بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي، قناة مطبخ ماما أدري. النهارده رحت المحل بتاع المخبوزات عشان اشتري نوع من انواع المخبوزات، لقيتها غالية جدا وكمان مش حلوة، مش عجباني طريقتها وتصنيعها، مش عاجبني. حسيت ان فيها عك كده. المهم قلت والله ما انا واخده، فقمت مروحه البيت وقمت جايبه كوبايتين من الدقيق، وحطيت عليهم رشة ملح ومعلقة لبن بودر ومعلقة سكر ومعلقة خميرة صغيرة ومعلقتين زيت، وعجنتهم وبقوا فل زي ما انتوا شايفين كده. عجنتهم حوالي 10 دقايق، سبتهم يختمروا، وبعد كده شكلتهم الكورة قد كبيرة عن البيضة شوية. الكوبايتين الدقيق عملوا حوالي 9 كور. طيب، انا بعد ما عملت الكور ديت حطيتها في طبق وغطيت عليها وسبتها ترتاح شويه. والله العظيم الطريقه سهله جدا وبسيطه جدا ومفيش اسهل من كده. احنا بس اللي عندنا شويه كسل شويه. بعد كده اما سبتهم يرتاحوا خدت منهم اول كوره، انا بطيتها في الاول كورتها في الاول وفردتها بالشكل ده، مش فردتهاش كتير يعني ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده. ومن الطرف وايه فضلت اتني الطرف بالطريقه دي بالشكل، زي كل شيء واضح قدامكم اهوت حبايبي. اهو طريقه بسيطه جدا والله، وعملت نوع من انواع المخبوزات ما فيش اسهل من كده، وما خدش مني ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير خالص. وكنت مولعه الفرن ومجهزاه، خلصتها وده شوحتها على الفرن، ما خدتش مني 10 دقايق. بمسك الطرف بتنيه كده على شكل حلزوني بالشكل ده، وعلى الصينيه بقى يا قمر وحطي. فضلت ارص على الصينيه، عملتهم كلهم طلعوا من 9 كور. وبنعمل كمان واحده تانية اهو قدامكم بالشكل ده. موضوع بسيط جدا، اي والله مفيش اسهل من كده. بس احنا اللي دايما بنبقى ايه، عندنا شويه كسل. لا، بعد كده مفيش كسل خالص، بسرعه نعمل المخبوزات ومفيش اسهل من كده. خلاص، كورتهم كلهم بالشكل ده وعملتهم بالشكل ده. اسيب الصينيه ترتاح بقى شويه بتاع تلت ساعه، لما يرتفع مره تانية بقى اهو بغطيها. بعد كده بعمل ايه، بجيب شويه لبن وبقوم رايحه بالفرشه كده وبقوم دهناهم، حطيت عليهم قرفه بالسكر. عندي قرفه بالسكر كده، كنت شاريها من العطار من زمان قوي، وكنت حطاها في التلاجة، طلعتها وعملت ادت اللون الجميل الهايل ده. القرفه بالسكر بالشكل ده. حطيتها بقى، يلا نشوح في البوتاجاز ونقوم حاطينها بقى ايه في الرف الوسطاني وعلى نار عاليه، وطلعت تحفه ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر. فيه اللي مقرمش وفيه اللي طري، انا اللي حمصتها شويه، انا بحب المخبوزات عندي متحمره جامد زي ما انتم شايفين كده. وطلعت حاجه كده تفتح النفس من الاخر.